السلام عليكم. يلا نعمل مع بعض احلى كيك فانيلا، او بنسميها كيك بالحليب، او بنسميها كيكة الشاي، حسب بقى ما بتسموها. هي طعمها تحفة جدا وسهلة ومش هتاخد منكم وقت ان شاء الله. صلي على الرسول وابدأي معايا. اول حاجة 3 بيضات لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ما ينفعش اطلعهم من التلاجة واشتغل على طول. وبننزل عليهم كيسين من الفانيلا، كوباية وربع من السكر، ورشة من الملح، وبنضرب كويس لحد ما اللون الاصفر ده يتحول للون ابيض فاتح، وبيكون القوام تقيل شوية وكريمي. بنبدأ بقى نضيف عليه 3 معالق كبار من الزبدة، ونستبدلها بسمنة او بنص كوباية من الزيت اللي متاح عندك او اللي بتحبيه واللي بتفضليه. بعد كده بنضيف كمان كوباية من الحليب، يكون دافي شوية ما يكونش سقعان يعني، او ممكن يبقى حليب مغلي. وبنضرب بس مش بنضرب جامد في الخطوة دي. المكونات الجافة بقى بتبقى 3 كوبايات من الدقيق المنخول، وعليهم كيس من البيكنج باودر، ورشة من الملح. وبنضربهم لحد ما القوام معانا يبقى بالشكل ده وباللون ده. وبعد كده بنحطهم في صينية مدهونة بزبدة او بسمنة، وبنخبط كده الصينية خبطتين ولا حاجة عشان نطلع كل الهواء اللي فيها. بتدخل على فرن يكون سخن قبل كده، يعني مثلا مسخنينه قبلها بربع ساعة مثلا، على درجة حرارة 180. بتقعد تقريبا 3/4 ساعة. حاولي ان انتي ما تفتحيش عليها الفرن قبل 3/4 ساعة كده او نص ساعة مثلا، علشان الهواء اللي فيها ما يطلعش والكيكة معاكي تطلع هابطة. بعد كده بقى بتسيبي الكيكة تبرد شوية، تقدري ان انتي تقطعيها وتاكليها في الحالة دي، وتقدري ان انتي تزينيها. انا هنا بقى زينتها بكريم شانتيه وبقطع المانجا. قطع المانجا دي متفرزة. آه ممكن برضو ان احنا نسقي التورته او الكيكه بتاعتنا، يعني هو فعلا شبه التورته وطعمها لذيذ جدا. لما تحبي تزيني اي كيك ياريت تسيبيه يرتاح مثلا، مش هقولك يوم، ممكن كذا ساعه بس في التلاجة كده، علشان الكيك يكون معاكي ماسك نفسه كده، عشان لما تيجي تحطي مثلا كريمه ما تلاقيش بقى الكريمه طلع فيها بواقي من الكيك كده او حتت من الكيك صغنونه. برضو ممكن تقسمي كيك من النص وتحطي طبقة الكريمة والمانجا دي في النص، وتزيني الوش من فوق، او ممكن ما تزينوش برضو، كله حسب ذوقك وحسب رغبتك يعني. اللي بيحب الكيك يكون طري قوي كده، انت ممكن تسقي الكيك برضو قبل ما تزينيه بحليب عليه سكر، وتسقيه بالكيك او اي عصير او اي سيرب مثلا عسل يكون خفيف خالص كده. وممكن كمان نسقيها بعصير مانجا، طالما هتزيني يعني بمانجا. تمام. طعمها حلو قوي وهشة وقطنية ولونها فاتح، وان شاء الله هتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك ومتابعة عشان يوصلك كل جديد.